تاكل. حلوه جميله دي. من ايد مين؟ انا مين؟ انا مين؟ تيتا يا هقتلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما شفتوا بقى معانا الفيديو اللي فات تجهيز للرحلة، والنهاردة كده احنا لسه طالعين من البيت رايحين الرحلة. طبعا اللي شفتوه في الاول ده سفيان ابن بنت اخت هاني، ده مسميني تيتا، فانا هقتله ان شاء الله النهاردة عشان بيقول لي يا تيتا. كده احنا بدأنا الرحلة وماشيين في الطريق بتاعنا كده رايحين الجناين، ولا يا ابو علي؟ طبعا يا جماعة، يا رب تبقى رحلة جميلة وسعيدة، وفعلا هي كانت من أحلى الرحلات. عايزين يا جماعة تفضلوا معانا بقى في الفيديو دون عشان تتفرجوا على الضحك والتهريج واللعب، كل الاجواء حاجة حلوة. هتعجبكم بجد في الفيديو ده. بس طبعا سامحوني انا شلت الصوت لان مش قادره اقول لكم كان في حرب مش رحله، لا حرب يا جماعه. كنا بنحارب في بعض معرفش ليه. بصوا هنا الحته دي انا سجلتها، واحد كاتب على العربيه امي، فالمهم ايه، وكاتب تحت خير ابويا. من خير أبويا. من خير ابويا. الظاهر بقى يا جماعة أبوه زعل. علي بيقول علي ابني بيقول كتب امي ابوه زعل فكتب عليها بخير ابويا. من خير أبويا. من خير ابويا يعني إن كان هي كده من خير أبوه العربية يعني. وصلنا هنا كده خلاص بننزل حاجات من العربية كده. وصلنا. بصوا ما شاء الله الجناين في اسماعيلية تحفة. وطبعا كلها حلاوة يا جماعة، الرحلات كلها مشاركات. كل اللي بيقدر على حاجة بيعملها. بصوا ما شاء الله. طبعا احمد امين صاحب الفكرة والراعي الرسمي للجو الجميل ده والرحلة الجميلة والله دي. صراحة ربنا يبارك له يعني. شايفين بقى انا قاعد على شليتي وبظبط في فحم بقى، وابن علي بيستعرض المهارات بتاعته. شايفين المنظر يا جماعة؟ احنا كنا مفكرين ان احنا بس طلعت أمة لا إله إلا الله بتروح الجناين. والله كل واحد جايب حاجة من البيت بقى، يعني زي ما انتوا شايفين الرحلة مشاركة يا جماعة. طبعا دي أختي الكبيرة يا جماعة، برضو ربنا ما يحرمنا منها، أم أحمد. امين يا رب. ودي حاجات ام علي برضو، التانية اسمها ام علي، جايبة برضو، هي جايبة البراد والكوبايات وبصوا كلنا كان الجو. بصوا بقى شبشب بالتوتة خديجة الصغيرة. بصوا انا بوريكم الشبشب قد ايه، يعني مش قادرة اقول لكم ايه الشبشب ده. بيلعبوا كورة بقى. وهنا يا جماعة صراحة ده ابو احمد امين يا جماعة، ربنا يبارك فيه، ده اخونا الكبير يا جماعة. امين. ربنا ما يحرمنا منه ابدا امين يا رب. ويفرحوا بعياله كلهم. اللهم امين. وهنا بقى الفحم يا جماعة بقى زي ما انتوا شايفين دخل على مرحلة النضوج. يا سلام. يعني كده بفرده، بيقول لي هات بقى ما عندك انت بقى. ايوه هات عايز الفراخ. تحط تيس حط، عايز تحط فراخ حط. يعني الراجل ايه اهو بقى. شايفين النشاط؟ كتلة يا جماعة من النشاط، كل واحد عارف هو ورا منه ايه. ابن اختي حبيبي اهو يا جماعة، ابن اختي بيظبط بقى الدنيا زي ما انتوا شايفين بقى اهو. ادي الفراخ اهي. الله، شايفين؟ بصوا يا جماعه في هجوم. عموما انا على طول في الرحلات ببقى بتاعه الشوي، بقعد اشوي. الحمد لله ريحوني، قعدوا هما التلاتة يشووا بقى في الفراخ. بصوا واللي بيتأجر بتشباجي. واليوم صراحة جميل. طبعا محمود انطلق للحياة. محمود مبسوطين جدا كده. احنا نسينا بقى الفراق ونسينا كل حاجة. ابو علي نسي خلاص. حضن اختي الكبيرة ام احمد، ربنا ما يحرمنا منها هي وعيالها. امين يا رب. واختي ام علي ربنا يبارك لها في ذريتها يا رب. وهنا طلعت الكيكة اللي شفتوها طبعا يا جماعة في التجهيزات. ايوه طلعت ده الوقت بتاعها. والله ما صبرنا. الشاي بقى مع حتة الكيكة كان طعمها رهيب. بصوا بفضل بقى ايه، الله، اللي عايز ياخد. كل واحد بيروح له حاجته وهو مكانه. دوقوا طعمها رهيب بصراحة. اللي كان بيدوقها كان بيشكر فيها طعمها حلو. ابو علي قال مش قادر، ان ابو علي لو كل ما بيتغداش. ده اهو اللي قال لي يا تيتا اهو. بصوا هو كان زمان بيجي البيت ايام ماما الله يرحمها، فكان بيلاقي ماما في البيت بيقول لها يا تيتا.
جيت انا بقيت يعني في البيت ما بيجي بيقول لي يا تيتا مكان ماما، الله يرحمها. الله يسامحك. علي انا تيتا يا ابني انا صغيره، ودي اخته الصغيره خديجه اهي اللي دي وريتكم الكوتش عسل دي يا جماعة. بتاعها. ادي احلى حته كيكه بقى الحرف ده. يا سلام. والعيش بقى نزل يتأمر. مم. واللي شوفوا يا جماعة. ابو علي مندمج، انا عماله اصور فيه وهو حتى مش عايز يا ابو علي. ابو علي ايوه. ما بتردش عليا ليه يا انا ابو ما علي؟ بردش لان انا دلوقتي في ايدي شغل، عايز اطلع شغل يا جماعة اللي احنا تعبنا فيه معاكم. عايزين نطلعوا حاجة حلوة. الفراخ طبعا زي ما انتم شايفين عمال تنده عليا، لخبطتني، اتحرق منها حاجة اهو. لا ولا شايفين. اتحرقت ولا حاجه. ام علي جت تاكل بقى، انا لازم ادوق، بحب ادوق انا. طبعا هنا يا جماعة كنا بس هو اداني دي في الخباثه طبعا. ايوه في المستخبص يعني كده. قال لي خدي دي والروحه كده. اهم شافوا في الفيديو وقعتك سودا. هتتقتل بعد كده، محدش هيخليك تقعد تشوي فراخ تاني. اللي بقى يا جماعة بيستوي على طول بينزل في الحلة هناك. اه والحلة دي طبعا يا جماعة أختي الكبيرة أم أحمد قاعدة عليها. في منتهى الأمانة. بص انا بسرق عايز يقومني، عمال يقول لي قومي قومي. وانا كل ما اسرق فراخ يقول لي قومي. والله العظيم كل اللي انا اكلته ده كلهم اخدوه مني، انا اقطع الحته والاقي واحد واقف فوق راسي بينتشها. هنا بيزودوا الفحم طبعا، واقفين بعد ما فردوا كده الاقي الفراخ الفحم مش جايب، فحطوا فحم تاني. ودي بقى تتبيلتنا اهيت، وفي طبعا فراخ بتاعت ابله منى، وفي فراخ بتاعت ابله سمر وايه. دي تتبيلة أخت أم أحمد. جميله. تسلم إيدك يا أم أحمد هنا. لذيذه صراحه لذيذه. لذيذة. بصوا اكلنا اكل، بصوا اهو احمد اهو انا مش بسرق لوحدي اهو بصوا. دي أختي صوابعها ممدودة أهي بتقول يا جماعة مش غطوا اختك كده ده ما انا، ينفعش. هي اللي بتغطي. وانا بص انا سرقتها بس وحياة ربنا ما لحقت اكل. ادي اللي خدته، بص انا اوريكم انا خدت الجناح. انا سرقت الحته الكبيره وطلع لي الجناح بس. شفت مراتك غلبانه ازاي. معلش. معلش ايه بس. هنا العفرة. العفرة كانت مش العفره دي تعبانة. الدخنه. ولا الدخنة يا جماعة. كان شوف بقى أحمد ابن أختي ربنا يبارك فيه. امين يا ليه رب. تكات كده وحركات يا جماعة. الفلفل الحلو ده. يا تكتك يا ابو شايفين امين. بينزل بيه ازاي. وتاكل من ده بقى يا جماعة أحلى قرن فلفل. والسلطة والليمون كل واحد قايم بمهمته. هنا أخت أم علي هنا دي. صح كده؟ ايوه دي ابله منى. ربنا يبارك فيها هي وأخت أم أحمد. اللهم امين يا رب. ولا يحرمنا منهم أبدا. امين يا رب، ولا من جمعتهم الحلوه ولا من جمعتهم لمتنا مع جميلة بعض. وحلوة خالص خالص يا جماعة. وهنا دي طبعا أم علي والطحينة بتاعتها أهي. ايوه يا اخويا. كل واحد ياخد حقه. طبعا. فينا يا جماعة أم علي عاملة برضو انت شوية خايف طحينة تتضرب. مظبوطين. لا ما تخافش يا ابو علي، مش هعمل فيك حاجه والله. ادي بقى الطحينه اهيت بنحطها في اطباق بقى كده، عشان طبعا السفره كبيره ما شاء الله، ربنا يخلي يا رب ويزيد ويبارك، اللهم امين. شوفوا العيش يا جماعة. بيتأمر. بيتأمر. طبق الفلفل ده بقى حكايه ما شاء الله على الفراخ. كده بقى هنبتدي ايه نحط بقى الفرشه عشان خاطر ايه. ادي المكرونه اهي يا جماعه. واللمة الحلوة والأكل الحلو. وشوف بقى اللي بصوا يا دوب بيحدى. بقى يشقطوا لبعض. دوق الحتة دي واختي انا طب انت دوق الحتة دي. وطبعا 3 تتبيلات فراخ، فالطعم من دي لدي مختلف، فلازم كلنا ندوق. هنا جينا كده بقى الواد دخل أيوة. في الليل. للحظة الحاسمة كوباية الشاي اللي على الفحم يا جدعان. أقسم ابني محمود متدلع. فنجان القهوة ده أنا مش قادرة أقول لكم. بصوا إيه الحلاوة دي يا لا ليه طعم تاني. اللمة والله والله اللمة هي اللمة. بتحلي أي حاجة في الدنيا يا جماعة، ربنا يدوم لمته. بصوا بقى فنجان القهوة طالع مش قادرة أقول لكم. بنحطه كده بقى طبعا البراد والكنكة القهوة جنب بعض، أحلى منظر ممكن تشوفه في الليل ده. بصوا الشاي وادي القهوة. شايفين أيوة. بقى الشاي. المية بتغلي. يا سلام. أيوة يا أبو علي. بس بقى كان ناقصنا النعناع. للأسف بس يلا مش مشكلة والله، كوباية الشاي ما فظيعة كده. الشاي بقى ايه خلاص كده يعتبر خلص. نزلناه اهو، وادي فنجان القهوة خلاص برضو. يا سلام يا سلام.
احلى قهوة. زي ما انتم شايفين. وهنا بقى عملية الخلط والمزج. حطينا السكر بقى، وننزل بصوا كده بالسكر. على الشاي. الواحد جات له لحظة صمت كده بيتفرج وهو ساكت. والله من الجمال والحلاوة. والله انا عايز يعني نسيب الفيديو يتكلم عن نفسه، بس احنا برضو ايه بنلحق. الله، انت بتدلع يا ابو علي. الله الله نايم ازاي وانت ايه الله يا ابو علي الله. بالظبط؟ شايفين يا جماعة؟ مرحرح يا ابو علي. بعد بقى اليوم اللي انتوا شفتوه قاعد واخد راحتي وعلى الاخر. وادي سفيان عمال ينكش في خاله ويقول له عايز فلوس. كل ما يشوف احمد امين يقول عايز فلوس. ربنا يبارك فيهم. امين يا رب. شايفين بقى كوباية البن اللي بتطلع دي؟ واديها بتنصب اهي يا جماعة. اطلع واشرب بالهنا والعافية واليوم ماشي انا مش زي عايزه اقول العسل. لكم عملنا كميه قهوه يجي 20 مره. بصوا بقى، السفندي ده كيس اتاكل ما شاء الله. كل اللي جايب حاجة معاه بسم الله ما شاء الله. العيال تجري وتاخد راحتها وتيجي تيجي تاكل. هنا ده الحمامات. انا حبيت اصور لكم ان الحمام قريب من الجناين كمان، وحمام نظيف قوي على فكره يا جماعه، يعني نظيف نظيف بجد. بتدخل الواحد بجنيه واحد بس. بس صراحه يعني المكان نظيف، يعني حتى اللي حابب يروح ويقعد ويسهر براحته المكان حلو يعني. فبرضو دي معلومه للي حابب يروح يسهر ايه في الجناين. تمشينا برضو شوية كده، نتعبنا صراحة من القعدة أنا وأبلة منى. وإيه، رجعنا تاني نعمل شاي تاني. يعني رجعوا برضو على براد الشاي. أنا مش عارفة والله العظيم. أدي ده الشاي تاني برضو. عموما يا جماعة كل حاجة في اللمة الجميلة دي ليها طعم. الكلام ليه طعم وكل حاجة والله. والضحكة والله والقعدة الحلوة والحواديت أنا مش قادرة أقول. أنا لو شغلت الصوت تحس إن في 60,000 واحد بيتكلموا في نفس واحد مع بعض. البنات متجمعين مع بعض، الولاد قاعدين مع بعض، احنا كده الكبار قاعدين مع بعض. بص كوباية الشاي بقى، يا سلام يا سلام. مع الجو ساقع وكلنا ملمومين حوالين الشالية دي يا جماعة. بصوا دي واخدة كيس، هي اصلا الكيس قدها. بصوا والكورة. بصوا مش انا نفسي اعرف رايحة فين. خدي خديجة، دي مشكلة. كده بقى ايه، خلصت الرحلة. والله ما كناش عايزين اليوم يخلص. والله ده كده كانت الساعة 11 تقريبا، مش عايزين نقوم. ما حدش عايز يقوم والعيال مش عايزة تقعد. مش عايزين نروح يعني، يلا مش عايزين، ما حدش عايز يروح، بس اضطرينا بقى عشان كلهم كان عندهم مدارس طبعا، واللي عنده دروس والبنات عندهم كليات. لمينا حاجتنا بقى ورحنا ايه عند نحط الحاجة في العربيات طبعا. احنا شوفوا الناس قاعدة برضو، ده الناس لسه بتزيد. ده الناس لا لسه بقى بتبتدي تسهر، بس احنا عشان مش من اسماعيلية نفسها، فعشان نروح بقى والولاد كده. فطبعا الست حنان نازلة كتابة على عربية احمد بهدلتها كده. كان الندى نزل، الشبورة نزلت وعاملة زي طبقة مية كده على العربيات. وابو علي واقف بقى، كان بردان مغطي راسه كده يا ابو علي، وبيتكلم في التليفون كالعادة. وكده بقى يا جماعة طبعا راجعين بقى كده خلاص. خلص يومنا الحلو وخلصت الرحلة الجميلة ديت. اليوم ده غير في نفسيتنا كتير جدا صراحة. والله يا جماعة برضو احنا بنقول يعني مفيش حاجة صعبة. ده الموضوع بسيط. بتطبخ في بيتك لو حابب، وبتطلع مع أسرتك وعيلتك، بتقضي يوم خارج البيت. يعني حتى لو تغيير. اكل بسيط، مش لازم يعني فراخ وشوي. ناس كتير قوي جايبه اكل عادي على فكره يا جماعه. واحنا كنا بنروح ايام كتير وبنعمل كده، بس النهارده حبينا لما تغيير بس مش اكتر يعني. لما رحنا وشفنا الناس كلها بيتجمعوا، الاخوات على فكره يا جماعه، العائلات كلهم بيتجمعوا مع بعض ما شاء الله بره جو البيت. فنتمنى من الله ان احنا ننول اعجابكم يا جماعه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. ودمتم في حفظ الله.